طب يا رجاله، بمناسبه الفالنتين في سؤال بيجيلي اللي هو هادي امتى احنا نتحب او ازاي اخليها تحبني. طيب انا في الفيديو ده هقول لك ازاي اخليها تحبك، بس بشكل عام يعني كده. انا في كلام كتير هقوله يوجع، عارف ان كلامي هيفشخ ناس كتير قوي، بس هي دي الصراحه وهو ده ارض الواقع. وانا بعد 10 سنين من التعامل مع الجنس الاخر، من الاخر كده، الحب مش بالحاجات اللي انت تعملها للشخص، بل بالحاجات اللي انت تعملها لنفسك. يعني ايه؟ يعني الحب مش بالتصرفات اللي انت بتعملها له، بل بالحاجات اللي انت بتعملها لنفسك. يعني ايه برضه؟ يعني لازم تسأل نفسك هي امتى هتحبك وامتى لا. هي هتحبك في اللحظة اللي انت تكون فيها افضل اختيار ليها، غير كده لا. عشان اجيب لك على بلاطة اجيبها لك على بلاطة، هي هتحبك لما تكون انت افضل راجل بالنسبة لها، بغض النظر عن التصرفات اللي انت بتعملها معاها. يعني ما تسمعش كلام اي مرة، ما انا بقول اي مرة، ولا اي بنت على السوشيال ميديا، ولا اي مرة على السوشيال ميديا بتحكي لك تقول لك ان انت ايه، البنت هتحبك يوم ما تكون حنين معاها، يوم ما تهتم بيها، يوم ما تهتم بتفاصيلها. لا، يوم ما تهتم انت بنفسك وتهتم بفلوسك وتهتم بجسمك وتهتم بعقلك، ايا كانت التصرفات اللي انت بتعملها هتحبك. وهتلاحظ ده قوي. يعني اقول لك ايه، يعني انت دلوقتي لو اهتميت بفلوسك، الفلوس هتحلي شكلك، هتعرف بالفلوس تحلي شكلك تاني. اي عيب في شكلك هتعرف تداريه بالفلوس. الفلوس هتعرف تحسن من شكلك بيها قوي، وهتعرف تشتري لبس يخليك شيك قوي كراجل. عشان اجيبها لك على بلاط، الجسم بيحولك. يعني عارف انت لو بتهتم بجسمك كده بتتحول لحاجه جامده قوي في اللبس كده، فالناس كلها عايزه تتفرج عليك. والله ولاد وبنات والله بيحبوا كده، اللي هو ايه، احنا معجبين بشكل الواد ده وبجسم الواد ده، اللي هو احنا طول الوقت حابين نحط عينينا عليه. وبالعقل، العقل بقى عشان ما تبقاش منسون وما تبقاش زي الزفت وما تبقاش زي العيال اللي شكلها حلو بس اول ما تتكلم تلاقيها زي الخرا. لازم تهتم بعقلك علشان خاطر تعرف انت تتكلم امتى وامتى ما تتكلمش، امتى تختار المواضيع اللي تتكلم فيها وتبقى فاهم فيها كويس وتحكي فيها، وامتى لا، وامتى تسكت. بتبقى عاقل، بتبقى بقرايه الكتب بتعرف تظبط عقلك كويس قوي، فبتعرف تتكلم كويس وبتعرف انت بتحكي في ايه. الحاجات دي انت عملتها لنفسك، اي حد هيحبك. انت بكل صراحه كده ما ينفعش تحب الا لو كان فيك المواصفات دي. يعني عشان اجيبها لك ببلاطه عشان ما تتعذبش، بغض النظر عن التصرفات اللي بتعملها مع الشخص، لو انت كنت افضل اختيار ليها هي هتحبك، بغض النظر عن التصرفات اللي بتعملها معاها. والله كنت معاها حنين هتحبك، كنت معاها وحش برضه هتحبك. يعني حتى بنلاقي بنات كده بتفضل تبرر لك، تقول لك ايه، تقول لك بتبرر لحد بيخونها كده ونايم مع بنات غيرها ومطلع ميتينها ومعذبها، وتقول لك هو كده كده بيحبني انا في الاخر. يعني بيروح يخوني وبعد كده بعد ما البت تسيبه بيرجع لنا في الاخر. عارف ولا بتلاقيهم بيبرروا كده؟ والله ليه؟ لان الواد ده كان افضل اختيار ليها، الواد ده اجمل اختيار ليها، اجمل واد دخل في حياتها، احلى جسم دخل في حياتها، اكتر واد معاه فلوس واكتر واد عنده كاريزما دخل حياتها. فعشان كده هي بتحبه. انما انت هتلاقي بنات كتير قوي تفضل تقول لك على السوشيال ميديا احنا بنحب اللي بيهتم بينا، بنحب اللي كويس معانا، بيهتم اللي بالتفاصيل. لا، الكلام ده كذب. هي بتحب افضل اختيار ليها في الرجاله المتاحه. يعني افضل اختيار ليها متاح في الرجاله المتاحه حواليها، هي بتختار ده بيحبني وده بيحبني وده بيحبني وده بيحبني وده بيحبني، انا هشوف مين فيهم افضل واحد وهروح له بغض النظر عن المواصفات. طب ما معلش، ما احنا كلنا طيبين، معلش ما احنا كلنا حنينين، ما احنا كلنا يا جدعان عندنا شويه طيبه وعندنا شويه وفاء وعندنا شويه اخلاص. هي ليه ما راحتش للواد ده وراحت للواد ده؟ راحت للواد اللي بيهنها ليه؟ لان ده افضل اختيار ليها. حتى لو كان الواد اللي افضل اختيار ليها ده حنين معاه، هتلاقيها بتقول لك برضه ان احنا هي من الاخر كده بتروح لافضل اختيار. يبقى لك على بلاطه. وافضل اختيار ده انت مش توصل له غير لو كانت فلوسك حاضره بالترتيب كده، فلوس جسم عقل. نجيبها لك على بلاطه عشان نجيبها لك على بلاطه. عشان انت لو حبيت في اي وقت تاني غير اللي انت تكون على الوضعيه دي والكاريزما دي، انت هتتهان حرفيا. انت هتتحط في دايره اللي هو ايه، اللي هو توصل لمرحله ان انت بتسمعها وهي بتحكي لك عن شباب تانية شخينها ومطلعين ميتينها، وانت عمال تقول لك كده هي هيجي لها في يوم وتحس بيا، كده هيجي لها يوم وتعرف انا قد ايه بحبها وقد ايه استحملت معاها، وهتخسرها في النهايه لانك انت ما كنتش افضل اختيار ليها. لا، ابعد كده واهتم بنفسك وظبط نفسك وارجع لها من تاني. انما جو ان انت تفضل معاها كده، انت هتتفشخ. انت لو ما كنتش افضل اختيار ليها حرفيا هتتحط في الفريند زون وهيطلع ميتينك. ولو كنت افضل اختيار لاي حد، انت لو عوزت حبيبه اي حد هتاخدها. عشان اجيبها لك على بلاطه، انت دي بتحب واد عادي وانت كنت جامد ودخلت عايز تاخدها، هتاخدها، هتعرف تاخدها بكل سهوله. انت كراجل ما ينفعش تحب الا وانت في الحاله دي وانت في القوه دي وانت في الفلوس والجسم والعقل المناسبين. لانك انت لو حبيت في اي وقت تاني غير ده، انت هتتفشخ. انت هتلاقي نفسك طول الوقت غيران، طول الوقت عمال شك، والغيره دي اساسا هتعود عليك انت بان انت مش واثق في نفسك. هتلاقي نفسك وصلت لمرحله ان انت عمال بتسمع، وانا بشوف رجاله كتير كده على فكره، عمال بتسمع مشاكلها وهي بتحكي لك عن حبيبها اللي فات، وانت قاعد تقول اكيد هيجي لها يوم وتحس قد ايه بحبها، اكيد وانا بسمعها دلوقتي ومهتم بيها هتعرف قد ايه انا بحبها وقد ايه وقفت جنبها. لا يا حبيبي، هي مش بالتصرفات اللي انت بتعملها اطلاقا، بل بالتصرفات اللي انت بتعملها لنفسك. انت بتطور نفسك ازاي، بتحسن نفسك ازاي، فلوسك اتحسنت ازاي، جسمك وعضلاتك زادت كل شهر عن اللي قبله ازاي، عقلك وطريقة كلامك وكاريزمتك وأداك قدام الناس اتحسن بقى عامل ازاي، مستوى شغلك عامل ازاي.
هي علشان كده هتحبك. بعد كده اعمل معاها اي تصرفات يا سيدي هتفضل برضو حباك. والله العظيم حتى البنات بتلاقيها بتبرر للرجاله اللي هم بيفشخوهم، والله بيبرروا لهم، عارف اللي هو ايه، عشان حبوهم. ليه؟ لان هم افضل اختيار. لا بتبرر كده لواحد خاينها وواحد مطلع ميتينها، اللي هو تقول لك ايه، تقول لك والله العظيم ده بص ده هو بيخوني بس انا اللي في القلب بيرجع لنا في الاخر. وهو اساسا حاططها على الرف، فاهم؟ هو حاططها على الرف وبيرجع لها منين ما يعوز، وانت قاعد جنبها بقى بيست فريند اللي هو ايه، لا انا جنبك، لا انا معاكي، لا ده هو وحش وازاي، وتعيط لك وتستغلك وهتجيب لها هدايا وتتفشخ، وفي الاخر والله ما هتاخد اللي انت عايزه، والله ما هتاخد اللي انت عايزه الا لو كنت افضل اختيار ليها. اهتم بنفسك، ما تهتمش بيها. اهتم بنفسك وبعد كده اعمل اللي انت عايزه، المجتمع كله هيتقبلك كراجل. هتلاقي الستات كلها عايزاك عشان اجيبها لك على بلاط. هتلاقي انت لو حابب ان انت تاخد حبيبه حد والواحده دي، والله ده هتحصل كده. والناس هتفضل تقول لي هادي ما تعممش والجو ده، انا اجيبها لك على بلاطه كده. ده الموضوع اللي انا حاسه، يعني ده الموضوع اللي انا حاسه، وده الموضوع اللي انا شفته، وده ارض الواقع اللي انا شفته. والله انتوا لو شايفين ارض واقع تاني يا عم ماشي، عايزني اقول لك ما عممش، قشطه ما عممش، بس ده الحقيقه، ده اللي موجود، ده اللي بنشوفه. انت قاعد مع واحده طول الوقت عماله تقارنك على السوشيال ميديا بمئات الرجاله واشباه الرجاله، ومش عارف ومين عمل لمين ايه ومين جاب لمين ايه، وانت ايه الدنيا، هي عماله تقارنك، هي طول الوقت مش عايزاك اصلا، هي طول الوقت بتقارنك بالرجاله التانية، طول الوقت بيتعرض قدامها نماذج بتخليها غصب عنها تقارنك بالنماذج دي، النماذج اللي مش حقيقيه، النماذج الفيك. انت لما بتتحول وتوصل لمرحله ان انت تبقى من الرجاله اللي انا بحكي لك عليها دي، انت ما بتبقاش افضل اختيار ليها هي بس، انت بتلاقي نفسك افضل اختيار لكميه بنات كتيره قوي، كتيره قوي. في اللحظه دي احنا كرجاله، انا مش هاجي على البنات بس، انا هاجي على الرجاله برضو. احنا كرجاله بتلاقينا كده اللي هو احنا هرمنا بلاقي واحده، طب احنا مين الشخص اللي احنا هنكون مخلصين ليه، او مين الشخص احنا مش هنكون مخلصين لحد عشان اجيبها لك على بلاطه؟ يعني عشان اجيبها لك على بلاطه كده احنا مش هنكون مخلصين لحد، خصوصا لو كنت الراجل اللي انا بحكي لك عليه، وخصوصا لو كنت راجل شميت اللي انا شميته وعشت اللي انا عشته وشفت اللي انا شفته ومريت بحاجات صعبه واتفشخت، وبعد كده طورت من نفسك واتحسنت وبقيت اجمل اختيار لناس كتير قوي. وقتها انت بتتحول اللي هو انا عايز ادوق كله، انا عندي استعداد ان انا اكلم كله. بس ايه، بتكون مخلص لمين؟ بتكون مخلص لاجمل واحده فيهم، لاكتر واحده عجبتك. مفيش حاجه اسمها حب غير مشروط، لا هي حتى مثلا اللي بيقول لك انا اصلا انا بحبك حب غير مشروط، بص لحياه البيت دي هتلاقيها ما بتخرجش من البيت، فهتلاقيها انت الشخص الوحيد اللي عرفت تشجطها وتكلمها. انما لو هي بتخرج وبتعمل وبتسوي انت ما كنتش هتبقى موجود اصلا. والبنت دي حتى اللي بتقول لك انا بحبك حب غير مشروط عشان انا عشت كل ده، اللي بتقول لك انا بحبك حب غير مشروط وبحبك انت بس ومش عارف ايه، حتى لو اتعرض عليا رجاله العالم كلها هختارك انت، هي لما بتنزل مع اول قعده يا باشا، مع اول قعده فيها اولاد تانية غيرك وفي واد تاني جامد، هي بتنفض لك، هي بتبتدي مره واحده واحده تبعد عنك عشان اجيبها لك على بلاطه. والله العظيم هي كده الدنيا، هي كده، ده الواقع. طول ما انت جامد ناس كتير قوي هتحبك، لو انت مالكش لازمه هتتركن على الرف، او هتاخد حد انت بالنسبه له اجمد حد عشان اجيبها لك على بلاطه، واول لما يجي حد احسن منك هياخدها. دي الحياه، ده الواقع. احنا دلوقتي بنتعامل مع بنات ومع رجاله طول الوقت قاعدين قدام التيك توك وقاعدين قدام حاجات يشوفوا رجاله واشباه رجاله كتير قوي، تمام؟ بعدنا عن الدين، مفيش اي حد عنده مبادئ. وحتى البنات اللي تقول لك لا احنا عندنا مبادئ ومش عارف ايه، الدنيا ضاعت، كله دخل في بعضه يا باشا، كل حاجه عكت على كله، قاعده طول الوقت تتفرج على السوشيال ميديا وتتفرج على اشباه بنات وعلى اشباه رجاله، حاجات زي الزفت، بنات بلوجر ملهاش اي تلاته لازمه عمالين يتصوروا مع اولاد ويثبتوا اولاد شعرها اصفر وبيحبوهم ومش عارف ايه وبتاع، وهي ضايعه يا باشا. هي طول الوقت عايزاك تكون زيهم، طول الوقت عايزاك تعمل زيهم. يعني ايه عايزاك زيهم؟ يعني طول الوقت هي عايزاك تتغير، يعني معناها ما بتحبكش انت، هي بتحب شخص تاني، والا ما كانتش عايزاك تتغير، هي بتحب شخص تاني فعايزاك تكون الشخص التاني ده. فاللي انا هنا بنصحك بيه ان انت تكون افضل نسخه من نفسك عشان انت تسيطر. في ناس تقول لك يا بخت اللي بات مظلوم وما باتش ظالم، لا انا بقول لك بات ظالم وما تباتش مظلوم، لا اظلم انت. انا دقت مرارة ان انا بات مظلوم، انا دقت المراره دي، وانا بقول لك لا خلاص، انا عارف اللي هو ايه، لما عشت ده وعشت ده انا قررت خلاص اللي هو لا، لازم اكون ده، لازم اكون انا اللي مسيطر. على الاقل انت كراجل في اللحظه اللي انت بتتقي فيها الله وبتقول خلاص انا هتقي الله في واحده، انت بتبقى مسيطر سيطره كامله، انت كده كده جامد، انت كده كده حلو، انت كده كده عاجب كل الناس، انت كده كده في اي لحظه البت دي هتعمل معاك حركه وحشه ومش هتعمل، هي مش هتتجرأ تعمل، لان انت مفيش غيرك حلو، مفيش اجمد منك، انت اجمد حاجه، اجمل حاجه كده عشان اجيبها لك على بلاطه. فهي مش هتسيبك، هي خلاص انا عوزت ده خلاص انا هكمل، ما هو ده الجامد قوي، ده اللي انا هكمل معاه. عاوز تتقي الله، وانت لازم تتقي الله في الطريق، ولازم تتقي الله، ولما توصل للمرحله اللي انا بحكي لك عليها دي لازم تتقي الله، لازم تتقي الله، لان احنا كرجاله لو وصلنا للمرحله دي احنا بنضيع،
احنا اي بنت بتخش تكلمنا بنكلمها، بنكون مخلصين لواحده بس، ده الناس اللي هي ما بتتقيش الا، بنكون مخلصين لواحده بس اللي هي اجمل واحده فيهم. اجمل واحده فيهم دي ساعتها لما بتقول لك بلك البت دي ولا اعمل حاجه للبت دي ولا مش هكلمك تاني، انت بتخاف وتبلك فعلا، وبرضه بتوصل من وراها وتفضل تلف من وراها وتعمل من وراها، الا لو انت بتتقي الله. ولازم توصل لمرحله ان انت تبقى جامد وتتقي الله وتختار اجمل واحده في سكتك، تختار اجمل نسخه، تختار اجمل بت واحلى بت واكتر بت مثقفه واكتر بت ناجحه، عشان انت كمان تستاهل كده. هي الحياه كده وده ارض الواقع عشان اجيبها لك على بلاطه. انت لو في علاقه دلوقتي وما كنتش النسخه اللي انا بحكي لك عليها، وما كنتش بتطور نفسك بالشكل اللي انا بحكي عليه، انت اكيد هتكون متذل، اكيد هتكون متهان، اكيد هتكون تعبان في علاقاتك. فانا عشان كده انا بقول لك ايه، ريح نفسك، ريح نفسك. هي مش هتحبك بالتصرفات اللي انت بتعملها. يا جماعه ريحوا نفسكم، هم مش هيحبوكم بالتصرفات اللي انتوا بتعملوها، هم هيحبوكم لما تبقوا انتوا بتعملوا لنفسكم تصرفات بتخليكم اجمل ناس في عيونهم. مش ما تسمعش كلام اي واحده على السوشيال ميديا تفضل تقول لك يا تحب ياض، هي بتحب الاهتمام، هي بتحب الهدايا، هي بتحب الحاجات دي. والله العظيم اقسم بالله لو كنت عيل توكسيك وابن 60 كلب بس انت كنت اجمل راجل في حياتها وبتفشخها، والله هتفضل تحبك وهتفضل معاك حتى لو ما كنتش بتجيب لها هدايا، وحتى لو كان في جيش تاني بيجيب لها هدايا تاخد منهم الهدايا وتقبلها، بس برضه هتفضل تحبك انت.